طبعا يا جماعه زي ما انا معودكم، اي شغله شاقه في البيت الاشغال الشاقه. شقة مؤبدة. لا اعوذ بالله، دي بتبقى من نصيب انا طبعا يا جماعه. يا عيني. النهارده زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي قبل كده، كنت انا المتخصص في تركيب الخيم. دي مش دعايه على فكره يا جماعه، لكن دي هوايه. دي هوايه. فدلوقتي طبعا زي ما انتم شايفين الخيمه دي انا ركبتها في فيديو قبل كده. فدلوقتي طبعا حانت لحظه التفكيك. ما تنجز يا ابو علي. طبعا ما حدش بيفك الحاجات دي الا طبعا كل حاجه لها تخصص يا جماعه، الحمد لله. يا خوفي ما تعرفش تفكها في الاخر. معايا اللحظه طبعا يا جماعه، الناس اللي مش عارفه الخيمه في التركيبه، شفتوا انتوا اهم حاجه تبدا بيها العلم اللي فوق ده. عشان ايه؟ ده الاشاره بتاعتك، بحيث لو تقف في الصحراء ولا حاجه بتستخدمها ايه؟ زي كده يا جماعه كدليل. فدي اهم حاجه بتتفك يعني في الايه؟ في الحاجه. زي ما شايفين يا جماعه العمليه سهله وبسيطه اهي. ابني حبيبي علي طبعا بيساعدني. بيساعدك في ايه يا هاني؟ انجز انت وابنك. ده مش حته خيمه هتفكوها دي. معانا ازاي يا ابني؟ ساعدني يا ابني اللي انت يا نهارك ابيض، كسرتوها؟ في عمليه كسر هنا وبطن. كسر وبتر؟ دي اتكسرت كده. اتفتحك يا علي؟ انتوا بتهرجوا يا هاني؟ زي ما انتم شايفين كده يا جماعه كل شيء. استنى يا محمود، هتكسروها، العيال هيكسروه. استنى عشان لسه مكسوره. استنى عشان تشوفوا اللي انا عايشه فيه. بس ادي اللي بيخلعوا البتاع كسروها. طبعا الثانيه يا جماعه اهي. حركوا من، بص يا هاني، حرك من. تطلع من هنا اهي. بص تطلع من هنا. لو سمحت انا كل شيء مدروس، وانا يا جماعه لسه قايل كل حاجه متخصص. ما هو كسرته واحده ومش نافعه تاني. اهم حاجه العلم. ها طبعا مفيش حاجه سهله يا ايه جماعه. رايك في اليمات دي اتكسرت؟ لا كده انت شاطر يا حودي. علي هيحاسب على اللي كسرها دي. ابو علي كده ينفع؟ مش عارف تفكها؟ لا انا برضه عمل عمله هنا مش حلوه. كسرها. دي لو كده اتكسرت. علي بيضحك ازاي؟ خلاص كده خلصت؟ طريقه. ده ايه السرعه دي؟ طبعا الحمد لله يا جماعه كل شيء امال انت محسسني انها يعني يا ريتني فكيتها انا. فك الخيم. فانا من الساده المشاهدين اي حد عنده خيمه عايز يفكها؟ يتواصل معايا، ادعوني الله بعلمي وخيمتي. حتى لو كده يعرفني من علمي برجع له حوش ابوك يا علي. زي ما كانت. علمي يا جماعه للناس اللي مش عارفه ده يتفك. اخر حاجه طريقه التقفيل اهي. خيمه اهي. دي بقى يا جماعه بتتعان طبعا. بس يا حنون رحله في الصحراء. انا منك يا ماما. ليه يا روحي؟ عشان يا ماما مرات صاحبتي جايه لي يوم عيد ميلادي يا ماما، هتقضي لسه عيد ميلادك عليه شويه يا حبيبه قلبي. لما يجي عيد ميلادك هركبها لك تاني، بس عشان الاوضه ما فيش مكان والمذاكره وكده فما تزعليش. هتيجي تطبخ انت النهارده يا بعض؟ ودي يا جماعه زي ما انتم شايفين دي الحاجات اللي بتركب جوه الخيم. طيب ما تطبخ انت النهارده. بتركب جوه الخيم. ابو علي بابا عايز يسويني في كلام. بتوهني صح؟ كلامك كده تمام التمام. ابو علي ايوه. ما تطبخش انت النهارده يا ابو علي؟ وحشنا العدس يا ابو علي والله. ابو علي وحشنا العدس. العدس. والله نفسي فيه. العدس ده والله ما عادش دلوقتي في الشتاء، ما حدش بياكل عدس في الشتاء. ازاي ده العدس اساسه في الشتاء؟ انت بتهرج؟ لا العدس بيتاكل في الشتاء. هاني عايزين ناكل عدس. انا دلوقتي في خيمتي وحاجات يعني. ما خلصت خيمتك دلوقتي هتاكلنا عدس؟ ان شاء الله. والله بجد تعمل لنا عدس النهارده؟ لكم انتظروني جديد يا جماعه بفيديو قادم، لان طبعا الجمهور بتاعي بيضغط عليا. فانا ان شاء الله لازم اعمل لكم. لا ده انا عايزه العدس ارتاح بس مش اكتر. والباميه اللي اسمها الويكا برضه تجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما شفتوا معايا كده بقى أزمة عشان يفكوا لي الخيمة. لو أعرف إنها كده كنت حليت فكيت نفسي من الأول وعملتها هنا. عملتها أنا. طبعا الست حنونة كان عندها درس فبتذاكر جنبي كده بسرعة. اليوم ده قلت أعمل فيه ملوخية وبسلة. طبعا صحيت بدري زي ما انتوا شايفين المطبخ كده معايا، بس الأول قلت أغسل الملوخية بدري عشان انشفها لانها بتاخد وقت شويه. بصوا ده باقي التوم. بصوا انا حبيت افركه. بصوا التوم لما بيفضي من جوه بيبوظ، يعني التوم نفسه بيتاكل من جوه بيفضي. فقلت شيلي الباقي ده وكمان افصصه. مش انا صراحه، هم الولاد كمان عملوه لي ربنا يبارك فيهم. قلت عشان خساره يعني. وقلت هنا اعمل الملوخيه اصفيها من الميه عبال ما تنشف اكون انا خلصت اللي ورايا وبدات اعملها. بجيب طبعا صينيه وفوطه نظيفه. الفوط دي بتاعت المطبخ يا جماعه ما بنستخدمهاش خالص.
حطيت بقى الفوطة كده تحت ونشفت الملوخية وحطيت فوطة تانية عليها وغطيتها وبسيبها بقى ايه تنشف براحتها. هنا كنت مطلعة فرخة معايا. بصوا انا عندي في البيت هما قسمين، يعني في ناس بتحب البسلة مع اللحمة وناس بتحب البسلة بالفراخ. فقلت خلاص اخدت جزء صغير من الفراخ، جزء صغير من اللحمة اللي كنت جايباها امبارح يعني. وبصوا رز بلبن بقى انا حبيت اوريهولكوا. بصوا وشه بيبقى عامل ازاي، ده الوش المكشكش، ان انتي لما تعملي الرز بلبن وتخليه يبرد تغطيه وتحطيه في التلاجة بيعمل الوش ده معاكي، بس لازم يبقى برد خالص. المهم فشلت كام حتة لحمة قلت اعمل بيها البسلة، وقلت اعمل لهم فرخة للي حابب ياكل فراخ. فدي الفرخة كنت مطلعاها مجمدة، عبال ما فكت بدأت اقطعها، وطبعا ببقى غسلاهم بس زيادة تأكيد كالعادة، وزي ما اتعلمنا ليمونة شوية ملح لو في دقيق، يعني ايه اللي تقدر عليه. انا طبعا ببقى غسلاها قبل ما بحطها في التلاجة. هنا لو تلاحظوا انا روقت بقى الحوض في الوقت اللي انا ايه عملت فيه الملوخية وطلعت الفراخ تفك، كنت انا شطبت الحوض ونضفته خالص عشان لما اشتغل واعمل اكل تبقى الدنيا رايقة حواليا. جبت هنا بصلايه، جبت طماطم قطعتها عشان اعمل الصلصة بتاعت البسلة، واللحمة كمان فكت معايا اهي. هما اللحمة مش كتير، تقريبا بتاع نص كيلو او كيلو الا ربع للي حابب ياكل لحمة. خلاص الفراخ بقى انا بغسلها خالص وبصفيها من المية عشان خاطر ايه اعملها. جبت بصلتين وبدأت اقشرهم كده عشان اعمل بيهم الصلصة بتاعت التسبيكة بتاعت البسلة. بقطع البصلتين في الحلة مع شوية زيت، وحطيت حتتين دهنة كده يسيحوا مع البصلة وهي بتتحمر. البصل بدأ يطرى، ما بيبقاش اتحمر، بنزل بقى باللحمة وبقلبها شوية اشوحها شوية. هنا الحلة حطيت فيها حتة زبدة وشوية زيت عشان هم عجبتهم قوي طريقة الفراخ اللي هي ما بتنزلش في مية، لا اللي بتتشوح الاول. بحط حتة زبدة كويسة، عندك سمنة بلدي ماشي، عندك سمنة عادية ماشي، مع شوية زيت. وبحط الفراخ، وطبعا ايدي بين هنا وبين هناك زي ما انا ماشية كده. بصوا بسيبها شوية في النار، يعني ما بقلبش على طول، بحس انها تاخد ايه زي تحميرة بسيطة او تشميعة كده للفراخ، وعشان كمان ما تنزلش مية. زي كده حمرتها. هنا على اللحمة بحط شوية فلفل اسود وبقلب شوية، وبنزل بالطماطم، وطبعا اكيد شوية كمون، الكمون اهو. وما بحطش بقى ملح، بستنى شوية لما اللحمة تدخل في السوا وبعدين بحط الملح كده. بصوا الفراخ بدأت تتحمر معايا اهيت. الفراخ بالطريقة دي حلوة قوي 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 وبتبقى جميلة، وعادي بتحمريها تاني مفيش اي مشكلة لو حابة تحمريها يعني، بس تحس انها بتمسك نفسها كده. نزلت ببصلاية متقطعة، شوية فلفل اسود. الفلفل الاسود اللي مش كتير يا جماعة، لان انا الفلفل الاسود بطحن عليه ملح، يعني دايما بعمله بملح، اتعودت على كده معرفش بقى. سنة قرفة صغيرة وسنة جنزبيل بيودوا طعم الفراخ في حتة تانية. طبعا الحبهان وورق اللورا. هبتدي اقلب بقى واسيبهم شوية كده مع بعض. طماطميتين او 3 بقطعهم صغيرين، يعني لو طماطميتين وسط تمام، واحدة كبيرة قوي كويس. وبنزل بقى طبعا الفراخ بحط لها الملح على طول عشان تتحدق وتبقى من جوه طعمها مملح، يعني ما استناش على الفراخ اما تستوي واحط الملح، هي اللحمة اللي احنا بنعمل فيها كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكلها عامل ازاي. بغطيها شوية لعن ما احس ان الطماطم اللي فيها دي دابت شوية. بصوا هنا معلقة سكر على الصلصة بتاعة البسلة، ودايما اي حاجة فيها صلصة حط لها سكر. بصوا هنا الطماطم دابت خالص، طبعا كنت بسخن مية على العين التانية. بصوا بقى قلت ما هروق على نفسي، جبت جوافية. جوافة اليومين دول جميلة، والموسم بتاعها طعمها حلو قوي. الجوافة المسكرة اللي هي معرفش بتاعت دمياط وبتاعت اسكندرية،
طعمها ما شاء الله، يعني مسكرة جدا جدا جدا. يعني اليومين دول موسم الجوافة يا جماعة، قلت لكم قبل كده اللي حابب يخزن جوافة يجيب دلوقتي يخزنها عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. لازم الواحد يروق على نفسه وهو واقف في المطبخ، امال ايه يعني. هنا حطيت الشوربة، حطيت المية. هنا انا كنت ناسية النار عالية، فالتسبيكة جفت مني من المية قبل ما. بصوا بزود هنا مية تاني قبل ما اللحمة تستوي، فزودت شوية مية عادي يعني. طبعا هنا جبت الملوخية خلاص، حسيت انها نشفت شوية من المية. بنزلها بقى من على الفوطة، بحط فصين توم او 3 وقرنين فلفل احمر شطة. لازم يبقى حراق، يعني لو حراق بيبقى احلى. الناس بقى اللي ما بتحبش الحاجة الحامية خلاص، بس هو صراحة بقطع بصوا فصين التوم كده عشان يريحوني وانا بخرطهم في الملوخية. وبدأت بقى احلى حاجة الملوخية المخرطة يا جماعة، اللي هي بتاعت الايد دي. سبحان الله، هي الملوخية بيبقى لها طعم تاني بالمخرطة. انا للاسف ما عنديش كبة، بس اللي بيقولوا بتبقى حلوة بالكبة. يعني ناس كتير انا شفتها بتشكر في الكبة، لكن انا جربتها مرة في الخلاط. نصيحة، اوعي تفكري تعمليها في الخلاط، لان انا جربتها لا يمكن اعملها تاني، لا يمكن. بفضل اخرط فيها لما توصل لنعومة معينة، تبقى ناعمة خالص على قد ما اقدر. وبلمها كده خلاص بقى، عشان ايه احطها في الحلة. هنا نزلت بالبسلة على التسبيكة. باخد بقى شوربة. بصوا الشوربة بتاعت الفراخ عاملة ازاي. بصوا يا جماعة، هم بيحبوا الفراخ قوي بالطريقة دي، حتى شوربتها بيبقى لها طعم مميز كده، طعمها حلو. في ناس على فكرة لما شوربة الفراخ دي بترميها، بس لما تبقى صيصة كده ما فيهاش طعم. لكن بصوا عاملة ازاي. طبعا هنا حطيت التوم على العين التانية في معلقة زيت يتشوح، ونزلت بكمية الملوخية لما الشوربة غلت بتاعت ماجي، طبعا بنزل بيها. وبدأت ايه اقلب التومة. بعد ما اتحمرت نص تحميرة كده، نزلت عليها بمعلقة كزبرة ناشفة. بصوا هنا البسلة معايا، بحط البسلة معلقة توم. ضروري قوي التوم في البسلة. في البامية بفلفل طبعا. بصوا هنا الطشة بقى عاملة ازاي بعد ما اتحمرت. بصوا المنظر، شوية ملوخية بقى مش قادرة اقول لكم، طلعوا تحفة. بصوا ما شاء الله. شايفين الملوخية عاملة ازاي. بحط زي ما قلت لكم فص توم على الملوخيه. هنا بقى قلت اما ازودها شويه شوربه، يعني لقيت الشوربه قلت لا، هي طبعا الشوربه هتديها طعم احلى واحلى كمان. فانا لما ما بعملش فيها لحمه بعمل عادي البسله عادي، وبعدين بحط عليها الشوربه بتاعه الفراخ. اغلب الاوقات انا بعملها مع فراخ يعني، بس لان كان في ناس نفسها في اللحمه فيها فعملتها كده. طبعا بحمر بقى الفراخ زي ما انتم شايفين معايا. دي بقى الشوربه اللي كان فاضل معايا. طبعا انتوا عارفين وتعودتوا خلاص ان انا وانا واقفه في المطبخ بطبخ كده، اللي بقدر عليه اغسله وانا واقفه بيريحني بعدين. لان انت عارفين الواحد بياكل وبيتقل، او بيبقى مش قادر يقوم يعمل حاجه. برش فلفل اسود على الفراخ، على اللحمه لو حمرتها يعني زي كده. فزي ما قلت لكم الواحد بياكل. طبعا الرز خلاص بقى انتوا حفظتوه، فانا بوريكم بعد ما عملته. فاللي تقدري عليه تعمليه وانتي واقفه في المطبخ اعمليه. طبقين اتوسخوا مني معرفش ايه، زي ما انتوا شايفين كده. بتاعه التوم المخرطه، يعني ده بيريحني انا بعدين بعد الاكل، بدل ما يبقى متكوم كوم. لا، يبقى على قد الطبق بتاعه الغرف وخلاص. حتى الحله دي بتاعه الشوربه خلاص خلصت، فقلت اما اغسلها بالمره واركن بقى الشوربه في حله صغيره على قد اللي انا محتاجاه. هنا خلاص بقى غرفنا الاكل كده، قلنا خلاص هناكل. بصوا بقى البسله تحفه، طعمها بسم الله ما شاء الله. شوية ملوخية بقى مش قادرة اقول لكم، كانوا هيتجننوا عليهم. بسم الله ما شاء الله. انا حطيت بقى الفراخ للي عايز. وادي الصينية بتاعتنا النهاردة او الطبلية بتاعتنا. الف هنا وعافية يا ربي على كل من اكل منها. ويا رب السفرة النهاردة تكون عجبتكم. اهم حاجة فك الخيمة طبعا يكون عجبكم. وبتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم النهارده. ويا ريت ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت كمان لو لايك بقى. انا بوريكم المطبخ بعد ما شطبته كده. بصوا الواحد بيبقى يا سلام قمه الراحه.